طبعا وكلهم على راسي واتعلم منهم. بس انا اول قصيده تدربت عليها هي قصيده حج الجليل الكربلائي. يعني يحضرني بس المستهل منها. هو يكمل لك اياها ما تدري. يما خليني على صدري ابكي ودموعي اهيلها، لو مشيت شلون زينه تبقى عقبك يا ويلها، تدريني لي موادع صعب يا يما روح هلا جليل. الله والله ما حافظ انا، بس يمكن اقدر اقرا المستهل. الله يبارك فيك. ملاته هذه اكثر من 70 سنه قبل. ما ادري قبل 70 سنه. حلو. نفس الطبق عندك ملا شوي. يقول تدريني لي موادع صعب يا يمي، تدريني لي موادع صعب يا يمي، وقبل الجيفين هيا اللي القلب يا يمي. والله ما حافظها سامحني. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. الله. طبعا من رخصة اخوي السيد ومن رخصتك انت بس أستاذي. ننوه عن موضوع مهم جدا. طبعا اجتمعت الاقطاب الرئيسه الله يبارك فيك في انتاج هذا المجهود الكبير، ذكر الامام الحسيني انا اعرفها بس مش فاكر اذا قلت انا وتحت رعايته سبحانه وتعالى الله بأداء يبارك الملا فيكم. جليل الكربلائي وتخليد التسجيل الرائع الأستاذ حسام يسري. طبعا سجلتها يوم حسام قبل 70 سنة، يعني انت اهم شيء عايش قبل 70 سنة. حقيقة بيني ما بين الله، أنا أتشرف أن أقف أمام هؤلاء الله يبارك الناس المؤمنين خدام الزهراء. شرف إلي كبير والله. هو هذا الفوز عندما أشوف هاي الوجوه المشرقة بنور الولاء. صلوا على محمد وآل محمد. بس ملا جليل شكرا اساتذتنا، بارك الله فيك. اداء ما هو من هالنوع كان. اقرا لك قرآن. شو انت ما ترضى تروح راح ننقصك. لسان حالك مجازا عن ملا جليل وآبائنا أبو بشير وأستاذنا أبو عبد الله، ربي ارحمهما كما ربياني